شكل شايفين ده شكلها، بس الواحد عايز يشوف شكلها كده وهي نية. بجد رهيبة، شكلها تحفة، شكلها جميل قوي. لقيت بطيخ، لقيت بطيخ يا جماعة. الله، البطيخة بتخيلوا بكام؟ بصراحة حاساها طازة اكتر وحجمها حلو، فهناخد دي، اخد دي كمان، هاخد دي كمان. التسوق اليوم يا جماعة في نستو. جينا المرة اللي فاتت كنا في مول الباسم، المرة دي جينا مول نستو لاني ما كنتش لقيت كل حاجة في مول الباسم، وفي حاجات لسه عايزة اجيبها، فهاخدكم معايا كده جولة بقى، ايه نجيب شوية مشتريات. جبت اول حاجة ده اهو، ده سعره 14 ريال. الاسعار هنا تحفة، حجمهم كبير، يعني بيقعدوا مدة طويلة. شايفين معطرات الملابس الاتنين ب20 ريال. حجمهم كبير جدا، والسعر يعني 20 ريال. بجد الاسعار هنا حاجة، وفي مصر حاجة تانية يا جماعة. شايفين؟ فاحنا خدت 2 من دول اهو، وخدت اللي هو برافو ده، وحجمه كبير جدا، ده ب14 ريال بس، ودول ب20 ريال. دول يعني يكفوني اصلا المدة اللي انا قاعداها هنا كلها. اهو ده برافو اهو اللي انا جبته، تمام، عشان بس مش عايزه اجيب حاجه على قد ما اقدر. انا ما اعرفش الحاجات المقاطعه من اللي مش مقاطعه، فعلى قد ما اقدر عايزه ما اجيبش الحاجات اللي هي مقاطعه. ودوني اهو برضو، دوني ب 16 ريال بس، برضو كميته حلوه جدا. بس انا عجبني التاني، انا حاسه ان التاني ده اوفر او اكتر يعني في الكميه. ممكن بقى ايه، عندي منظفات الارضيات عندي، وعندي اللي عايزه بس اجيب كمان ديتول، او يعني اجيب الاتنين الديتول دول كميتهم كبيره جدا، وانتوا عارفين ان احنا بنحط بس غطا بس ب39، برضو سعرهم حلو قوي. فانا هاخد الاتنين دول. شايفين دي يا جماعه؟ دي انا عندي زيها في مطبخي في مصر، اللي هي بتاعت بتحط فيها الصابون بتاع المواعين، والليفه بتبقى فوق هنا كده. تمام، بس مش محتاجة حاجة تانية اكتر من كده. هجيب بس معطر جو، في 3 اهو مع بعض بالورد، ال3 ب24 برضو، مع ان انا بحب جليد. انا في مصر ما بجيبش غير جليد، بس جليد ب 13 ريال. ده ال3 ب24، فانا لا، انا بحب جليد، فخلينا اجيب واحدة جليد. برضو السعر حلو قوي على فكرة يا جماعة. بس فدول الحاجات دي كل لا لسه بتاع المواعين، لسه ما جبتش بتاع المواعين. عايزه برضو حاجه يكون عليها عرض. الاتنين دول ب10 ريال، الاتنين دول ب10. في بريل اهو، بس انا عايزه اجرب ده اللي فيه ليمون ده، ولا بريل اغلى؟ هو طبعا كميه اكتر بس اغلى، ولا خلينا نجيب بريل. لا بصوا، انا هاخد واحده من دي، من فيري، بحب فيري اكتر، والواحده ب14 ريال. برضو الاسعار حلوه قوي يا جماعه، بجد الاسعار حلوه جدا. فاخدت دي كمان. تعالوا بقى ندخل على
انا عايزه اقول لكم انا بصور بايد وماسكه التليفون بايد، فمش عارفه ازق العربيه. وبصور هنا علشان انا عايزه اوريكم الاسعار، يعني مش عايزه استنى لما اروح البيت بصراحه، لان ببقى راجعه من مشوار اصلا زي ده. ببقى تعبانه جدا، مببقاش قادره اصور حاجه، فانا عايزه برضو اصور لكم هنا واوريكم الاسعار بالمره يعني. والصابون بحب لوكس برضو، فهجيب هجيب دول. هما سعرهم دول ب25 ريال، برضو سعرهم حلو اوي، فهاخدهم. بصوا بقى اللي انا بعشقها بحبها قوي قوي قوي، الباودر بتاع انشانتر. واصلا في مصر غاليه، في مصر سعرها غالي، تحفه. هاخد دي، ما اقدرش اشوفها وما اجيبهاش، فهاخد دي. وانا قديمه شويه يعني انا قديمه شويه يا جماعه، بحب كريم نيفيا ده جدا، بحب الكريم ده قوي قوي قوي، فهاخد دي، هاخد العبوه اللي هي ب11 ريال دي. بحب كريم نيفيا ده قوي يا جماعه، بصراحه والله لا يعلى عليه ولا اي كريم ترطيب يعلى عليه، بحبه جدا، بحب كريم نيفيا ده جدا. وانا ايدي متبهدله الفتره دي من الميه هنا، الميه هنا مالحه قوي، وانا بشرتي حساسه، فايدي زي اللي كانها محروقه. ف فهجيب ده يعني نيفيا ده، انصحكم بيه بصراحه. ما جبتش حليب، طبعا لازم حليب. شايفين الجيركن ده؟ جيركن يعني بمعنى اصح، بمعنى حرفيا جيركن. عارفين بكام؟ ب14 ريال يا جماعه، اقسم بالله. ده احنا الكيلو عندنا في مصر اللبن داخل على 50 جنيه. داخل على 50 جنيه، فاحنا هنجيب. فانا اخدت ده، لما يخلص نبقى نجيب تاني بقى. تمام. وعشان علشان المكرونه البشاميل هاخد كيس موتزاريلا، والصافي دي حلوه جدا برضو، انا جربتها قبل كده ب24، فحلوه حلوه جدا للبيتزا وللبشاميل. شايفين بقى العروض دي كده فيها كام؟ 1 2 3 4، فيها 5 علب جبنة مثلثات ب12 ريال بس، فهاخدهم. البيض، شايفين كرتونة البيض دي؟ انا هاخد دي يا جماعة، عايزة بس احطها كده ايه. خدت البيضة اهو، حطيتها اهو. بكام؟ ب19، ب17 ريال، 17 ريال، 17 بس يا جماعة. ده بيض احمر اهو، ده البيض الاحمر اللي في مصر، هو مش احمر، هو هنا مش احمر قوي، هو هنا لونه بيج كده. متتريقوش عليا. وده يا جماعة، بصوا بصوا بصوا، بيض سمان يا جماعة، بيض سمان. هو طبعا ده فايدته عالية جدا، ولكن يعني انا ايه، مش حابة اجربه بصراحة.
هاخد واحدة من كريمة الطبخ دي علشان شوربة السي فود او الوايت صوص. لا بص، خلينا ناخد نادج احسن، نادج احسن نوع يا جماعة، نادج احسن نوع. فانا هاخد نادج ب26، سعرها 26 ريال. هاخد واحدة، هي كميتها حلوة جدا على فكرة على سعرها. فخدت واحدة نادج كريمة طبخ دي ب25 ريال، حلوة قوي دي. فكفاية دي، هجيب دي بس. وبحب جدا كريمة طبخ المراعي، فهجيب واحدة المراعي برضو. باجي بقى عند القسم اللي انا يعني بحتار فيه، ببقى عاوز اخده كله، قسم اللحوم. دي عايزة الاول اجيب، طبعا انتوا عارفين الفريزر عندي صغير، ف دي كبد فراخ، لان الفراخ اللي بنجيبها من هنا هوريها لكم دلوقتي بتبقى كده بنفس الشكل ده، ومعهاش ولا كبد ولا قوانص ولا حاجه. وده بط، فانا هجيب واحده. هو انا مش عارفه ليه الاكياس يعني عامله كده، بس احنا هجيب واحده. تمام. ودي ديوك رومي يا جماعه، ده ديك رومي، ده ديك رومي. فالبط هاخد دي عشان طبعا الفريزر عندي، انا هاخد واحده. طبعا انا قدامي هنا اهو دجاج، شايفين يا جماعه حجم الفرخايه قد ايه؟ الفرخه هنا في احجام فراخ، هنا الفرخه حجمها قد ورك فرخه من اللي عندنا في مصر، يعني حجم الفرخه كلها شايفين قد ايد، يعني حجمها فعلا بحجم ورك فرخه في مصر. في طبعا انواع كتير، بس في نوع معين انا عايزاه، فهروح اشوفه. اهو يا جماعه ده نوع البطاطس اللي انا بجيبه، ده نوع البطاطس اللي انا بجيبه. النوع ده حلو جدا، اللي هو لامب وستون ده النوع ده حلو جدا، فانا هاخد دي برضو. تمام. فده النوع اللي انا بدور عليه من ساعتها، هاخد دي برضو. تمام. يعني في انواع بطاطس كتير، والسنبله ده حلو جدا برضو، بس النوع ده بصراحه اللي هو لامب وستون ده احسن بكتير. يعني اللي هنا في الرياض او في السعوديه النوع اللي هو لامب وستون ده يا جماعه احسن نوع يعتبر يعني. تمام. يعني في كذا نوع، بس النوع ده كويس. هجيب ملوخيه طبعا، دي ملوخيه ومعاها كيس صغير كده يا جماعه في الطشه بتاعتها اللي هي التومه والحاجات دي. تمام. فهناخد كيسين ملوخيه. سعرها كام؟ هندور على سعرها دلوقتي. بس خدت كيسين ملوخيه، وخدت كيس واحد خضار مشكل، لان انا عندي واحد. طبعا انا محكمه بحجم معين في الفريزر، لان الفريزر عندي مش كبير زي ما قلت لكم قبل كده. في برضو انواع كتير من الخضار المجمد ده، بس برضو النوع ده احسن نوع، اللي هو السنبله ده. جبت مش مجفف، هجيب دي، وهجيب التين اللي هي التين المجفف ده. هجيب واحده من دي وواحده من دي.
جبت كمان كيس فستق وكاجو وكيس عين جمل. جبت دول برضو 3 دول. ولبنة المراعي، لبنة المراعي حلوة جدا، احسن نوع طبعا المراعي. فهجيب برضو واحدة لبنة. تمام اهي. والحمص ده هجيب برضو واحدة، انا بحب الحمص ده جدا. اللبنة 9 ريال، لا المراعي ب13 والحمص ب12. اسعارهم تحفة بجد يا جماعة. نستو هنا اسعارهم تحفة. انصحكم بجد تيجوا هنا. مشتريات رمضان كلها، حاجة رمضان كلها بجد، تعالوا هنا. وده زبادي برضو نادج، نادج برضو والمراعي. هو نادج والمراعي يا جماعة اعلى حاجة هنا. تمام ب11 ريال. دي فيها كام واحدة؟ دي عليها 2 مجانا، فانا هاخد دي برضو. بجد الاسعارهم تحفة يا جماعة، رهيبة. وطبعا العصاير بتاعتهم بجد برضو جميلة جدا، وعصاير طبيعية يا جماعة، وكلها بدون اضافة سكر، ما فيش سكر. عصاير طبيعية. يعني ده مثلا بنجر على برتقال على تفاح. ده اصلا انا ببقى اعمله انا في البيت، حلو جدا للانيميا، تحفة. فهناخد واحدة من ده المراعي، ها يعني برضو حاجة عالية. ده برتقال وكاكا وكرز، وده اناناس. تمام جبت ده كمان جوافة نادج. ده نادج مش المراعي. الجوافة سعره 6 ريال. يعني شايفين الحاجة يا جماعة جيركن يا جماعة، جيركن والله ب6 جنيه، ب6 جنيه. والفراخ انا ملقتش النوع اللي انا عايزاه، فهاخد دول احجامهم حلوة، يعني دول احجامهم كبيرة، فهاخد 2 من دول بشاير ده. تمام يعني الواحدة يعني حجمها 1400 جرام، يعني قولي كيلو ونص ل 100 جرام، فحجمهم حلو. هاخد 2 علشان برضو على قد الفريزر عندي. نخش بقى على قسم المشروبات. علشان ايه؟ اول حاجة انا هنجيب شاي. ممكن عايزة عبوة صغيرة شوية، فممكن ناخد ده. دي سعرها 14 ريال، فممكن ناخد دي. و ايه تاني يا ولاد؟ ايه تاني يا ولاد؟ قولوا معايا. ناخد كده ايه؟ ده كرك قهوة، ده كرك هيل. ناخد كرك هيل، ناخد 2 كده من ده. تمام الواحدة ب2 ريال. خدت دول. والعسل هناخد، بصوا ده النوع ده انا جربته حلو قوي، مراعي برضو حلو جدا. هناخد دي. عسل الغابة السوداء ده انا جربته يا جماعة، حلو جدا جدا جدا. عايزين بقى ايه؟ نفس الحجم ده كده بس عسل طبيعي.
ممكن ناخد ده برضو المراعي، نجرب ده برضو. انا جربته بس جربت العبوات اللي هي مش بلاستيك دي، اللي هي زي دي. فممكن ناخد دي كمان، عشان انا بحب احلي يا جماعه، بحب احلي العصاير لما بعمل عصاير في البيت. بحب احليها بعسل مش بسكر. بصوا بقى الحليب المبخر ده حلو قوي في الشاي على لبن يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. هجيب الحجم ده حلو قوي بالنسبه لي، الحجم ده حلو قوي. هجيب 2، وهجيب دي علشان ايه، دي هعينها بقى عشان رمضان وكده، المشروبات برضو. وهاخد الصلصه دي او زي طماطم مضروبه كده يا جماعه، برضو حلوه جدا يعني، احسن من الصلصه. الواحده ب6 ريال بس، لا الواحده ب11 ريال، واحده ب11 ريال بجد يا بلا 11 جنيه بجد والله. انا مبهوره من الاسعار والله يا جماعه. مكرونه سباكيتي، مكرونه سباكيتي النوع ده انا مش عارفه ايه المكرونه الغامقه دي بصراحه، بس هاخد 2 من دي. ودي احنا بنحبها جدا دي، فهاخد برضو 2. شايفين دي الشكاره دي كام؟ شايفين الشكاره دي يا جماعه، شكاره المكرونه دي، ونوعها حلو جدا على فكره. هي 4 كيلو ب11 ريال. اللي احنا كنا شايفينها في مول الباسم بكام؟ كانت 10 كيلو ب10 ريال. بس النوع ده احسن كتير كتير كتير. بس انا مش هجيبها لان انا جبت الشكاره اللي كانت في مول الباسم، يا ريتني ما جبتها وجبت دي. بس انا المكرونه يعني عايزه اجيبها كده يعني كفايه اللي انا جبته ده، علشان برضو مساحه المكان عندي، انتوا عارفين ان المكان صغير وانا مش ببقى عارفه احط الحاجه فين اصلا. جبت برتقان الكيلو ب2 ريال، كيلو ب2 جنيه. ها ده يعني بجد الاسعار حاجه رهيبه، حاجه رهيبه بجد. شايفين دي كلها على بعضها كده بكام؟ 9 ريال، 9 جنيه، 9 جنيه يا جماعة. 9 ريال سعرها حلو جدا. فيها كام واحدة؟ فيها 8، فيها 8. تمام. فهناخد دي برضو، دي صلصة. ها وده برضو معجون طماطم. دي بصوا يا جماعة، معجون الطماطم ده جودته حلوة جدا، ويعني حلو جدا. بتاع العلالي ده معجون طماطم ده، الواحدة من دي ب2 ريال. الواحدة من دي ب2 ريال، تحفة تحفة تحفة. الواحدة كاملة كده تمام، دي كده كاملة فيها 2 4 6 8 تمام، ب14 ريال. يا بلاش برضو بجد، الاسعار رهيبة، جميلة جميلة حلوة جدا. والنوع ده حلو جدا، السعودية ده حلو جدا برضو، ب11 ريال. يوها ده يا جماعة، لوها ده 1 2 3 4 بكام؟ 6 ريال. ال4 دول كده ب6 ريال. فهناخد ادي 4 تمام. طبعا عشان السحور بقى في رمضان، انا مش ما بقتش عارفه احط فين، انا مش عايزه احط الناحيه دي عشان البيض، فخلينا نحط في الناحيه دي. ادي 4
وهناخد هناخد 4 كمان. 4 ب6 ريال، ال4 دول 6 جنيه. بجد يعني انا مبهورة من الاسعار هنا والله. انا عايزة افضل هنا يا جماعة، مش عايزة ارجع للاسعار بتاعت مصر تاني والنبي. هنقضي ال3 كام؟ ب4 ريال. هناخد دول. الرز طبعا يا جماعة، الرز طبعا يا جماعة احسن نوع اللي هو ابو كاس. فانا خدت دي 5 كيلو. والزيت ده اللي هو الشروق ده نقي جدا يا جماعة، عايزة اقولكوا شبه المية. فانا خدت واحدة اهي، هنجربها. انا كنت جايبة سمنة بلدي من مصر ولكن خلصت، فعايزين حاجة كده ايه كمية تقضينا شهر رمضان. فطبعا هاخد المراعي، يعني لا يعلى على المراعي. وممكن ناخد دي في احجام طبعا. دي بكام؟ 54 ريال. انا شايفاها غالية بصراحة، فهناخد دي. بس طبعا انا مضطرة اخدها، انا محتاجة طبعا سمنة علشان ايه؟ عشان رمضان. ده الاناناس، فانا هاخد واحدة من دي، انا اصلا جاي عشان ده، فهاخد دي. تعالوا نروح نحطها في العربية. عربيتي راحت فين؟ عربيتي راحت فين؟ سرقتوها ولا ايه؟ اهي. اخدت واحدة اهي. الواحدة بكام؟ ب5 ريال يا جماعة. في هنا اهو برضو، بس دي بصراحة حاساها طازة اكتر وحجمها حلو، فهناخد دي. اخد دي كمان. لقيت بطيخ، لقيت بطيخ يا جماعة. الله، البطيخة بتخيلوا بكام؟ الكيلو فيها، يعني البطيخة ممكن تطلع 2 3، الكيلو فيها ب2 ريال. يعني انت ممكن تجيبي واحدة تطلع ب10 جنيه ولا حاجة. رهيب، شكله تحفة. جماعة شايفين البامية؟ البامية الطازة بقى، مش الفروزن. الخضار بصوا شكله تحفة. ده الفلفل الاخضر، الفلفل اللي هو الحار. ده البنجر اهو، والكوسة. بصراحة الخضار شكله تحفة، الخضار شكله جميل جميل جميل. ده عنب يا جماعة، ده مش ليمون، ده عنب. ها، ولا هاخد 2 من دي. هاخد واحدة بس يا جماعة، عشان الواحدة ب14 ريال، الواحدة غالية اوي، فهناخد واحدة كده نجربها. تمام. في مشمش اهو، بس المشمش غالي برضو، كيلو ب24، فهناخد واحدة من دي كده وخلاص. والافوكادو، افوكادو طازة اخضر لسه حلو اوي. السمك ده عندنا في مصر اللي بيتقال عليه قشر بياض، كيلو ب24 ريال. بصراحة شكل السمك يا جماعة، سيبكم من الأسعار كده ومن الحاجات، شايفين شكل السمك تحفة. شايفين ده شكلها، بس الواحد عايز يشوف شكلها كده وهي نية. بجد رهيبة، شكلها تحفة، شكلها جميل قوي.
السمك البلطي الكبير الكيلو ب22 ريال، اللي هو ده. شايفين السمك البلطي بتاعنا اهو، الكيلو ب22 ريال. يا جماعه تعالوا يا ولاد شوفوا يا ولاد، شايفين الكيس ده كله؟ شايفين الكيس ده؟ الكيس ده كله ب 12 جنيه، ب 12 ريال يا ولاد. في مصر الراجل بيديني حبه قد كده ب 10 جنيه. هناخد من دي 2، الواحده بكام؟ ب 7 ريال، فهناخد 2. خدت 2 اهو. البصل الشكاره دي، شايفين الشكاره دي؟ ب 7 ريال، هناخد واحده. هناخد واحده، تعالوا نحطها في العربيه. وبكده يا ولاد نكون خلصنا المشتريات دي. طبعا لو عوزنا حاجه تاني هنيجي نجيبها قبل رمضان، وطبعا مش كل الحاجات دي لرمضان، في حاجات هنستخدمها طبعا في الفتره اللي باقيه دي قبل رمضان. وبكده هكون خلصت المشتريات بتاعه رمضان، واشوفكم في فيديو تاني وفيديو جديد. انا هبطأ قوي يا ولاد. ومع السلامة يا ولاد، تصبحوا على خير. انا قلت الفيديو ده ممكن يفكركم كده بالحاجات اللي ناسيينها، الحاجات اللي عايزين تشتروها، وطبعا انتوا عارفين ان انا عايزه اشارككم كل حاجه. ف زي ما انتوا شايفين كده جبتوا الحاجات دي، هنروح بقى البيت نفرزها، واللي عايز تحط في الفريزر نحطه، واللي عايز يتشال نشيله. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.